السلام على مولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده، مولانا صاحب الزمان، أرواحنا له الفداء. عجل الله تعالى فرجه الشريف ووصل زماننا بزمانه وجعلنا من خدمه ومقوية سلطانه المنتظرين العاملين في غيبته وحضوره والمستشهدين بين يديه، إنه قريب سميع مجيب. السلام عليكم مجددا ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. وصل بنا الكلام في المواصفات الخاصة التي يسعى أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإشارة إليها في صناعة الإنسان النموذجي والخليفة الذي يوالي الأولياء بجد وبكد وبوعي وبصيرة وتعقل، أن هذه المواصفات التي نذكرها هي مواصفات تركيبية مجتمعة تؤدي جميعا إلى وظيفة واحدة. وبالتالي لما قلنا مشيهم التواضع ملبسهم الاقتصاد، وبالتالي نحن عندما نتكلم عن هذه المواصفات نتكلم أيضا عن المنهجية التربوية التي يجب على الإنسان أن يسخر أدوات الجسم اللي هن الجوارح لخدمة العقل والقدرة الإدراكية عند الإنسان. يعني يجب على الإنسان أن يخضع الجوارح التي منحه الله إياها أمانة إلى وقت محدد ومؤجل، وبالتالي على الإنسان أن يستخدم هذه الجوارح بطريقة إدارية واعية، لأنه مسؤول. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن في مسؤولية. الله عز وجل أعطانا هذه النعم. اليوم الإمام بلش عم يحكي هلأ عن الأدوات الإدراكية، يعني حكي عن المشي وذكرنا نحن طريقة المشي وكيفية المشي. هلأ نوعية المشي بيقصد فيه المشي يعني ممشى بني آدم. المشي يعني طريقة رفقاته، طريقة العلاقات التي ينسجها الإنسان مع أقرانه، يعني التأثير المتبادل للعلاقات الاجتماعية. هلأ طبعا كل فئة عمرية في إلى رفقة. يعني مثلا تخيل واحد عمره 15 سنة قاعد مع واحد عمره 99 سنة، يعني شو بده يعمل؟ هذاك بده يلعب بالجلال وهذاك قاعد عم يرجف، أنجا عم يسمع وأنجا بدهم يشيلوه من مطرح لمطرح. شو هالصحبة؟ شو هي الأدوات المشتركة اللي حيتفقوا مع بعض فيها؟ يعني بده يقول له تعال يا جدو نلعب بالأتاري مثلا، أو يستعمل له مصطلحات. أكيد التفاوت العمري يؤدي إلى التفاوت بالممشى. يعني الإنسان لا يتحمل أن يعاشر من لا يتفاهم معه، من لا ينسجم معه، من لا يفهم عليه، يكون موضع سره، يتأثر بكلامه، يتبادل معه الأحاديث المشتركة ذات المشاعر المشتركة. لذلك بتشوفوا أنتم أنه الأعمار تؤدي إلى نوع من الرفقة، تؤدي إلى نوع من التواصل الخاص اللي بتكون دوافعهم اثنيناتهم مشتركة، لذاتهم مشتركة، بتكون منافعهم مشتركة، احتياجاتهم بتكون مشتركة، لأنه تتشابه الاحتياجات بحسب الأعمار عادة. وبالتالي بتشوف أنت مثلا، حتى شفت لك مثلا شبسينة عم تلعب مع بسان كبير، بتلعب مع بسينة صغيرة بتنطنط هي وياها وإلى حتى هذه الظاهرة بتشوفها حتى ببقية المخلوقات، إنه الله عز وجل بيعمل نسبة وتناسب في ممشى المخلوقات بين بعضها، علاقتهم بين بعضهم، طريقة مشيتهم، طريقة صحبتهم، الأماكن اللي بيرتادوها. لما بنقول مشيهم التواضع، هون عم نشير أيضا على مش المشي الفيزيائي، عم نحكي عن المشي الفكري، المشي بالاتجاهات بالنفسية، المشي بالأخلاق، المشي بالعلاقات الاجتماعية، المشي بالأهداف الإنسانية. وبالتالي بالسلوك الهادف. لما بينزلوا الناس على المظاهرات بيكون في عندهم هدف. هذا الهدف لأنه ركب براسهم فبينزل لوين؟ على جسمهم. بينزلوا بيتجمعوا وبيحتشدوا بالساحات العامة ليكون عندهم مطالب. نحن بعاشورة مثلا
نعلن الولاء وتجديد البيعة على الإمام الحسين عليه السلام. فمنقوم من مظاهر تعظيم الشعائر ننزل نتجمع كلياتنا ونعمل مسيرة العاشر أو مسيرة الأربعين. هذه المسيرة الأربعين هذا مشي، ولكن في وراه ممشى. شو هو الممشى؟ هو الهدف الذي يجمع إرادات الناس، الإرادة الواحدة في القلوب الشتى، في الأجسام المتفرقة. وبالتالي لما الولاية بدها تجمع الناس على إرادة واحدة، بتصير الحقائق اللي الله عز وجل بده إياها بتتحقق دغري. لذلك أصعب برنامج بالكون هو برنامج الإمامة، برنامج الولاية. ليش؟ لأنه الولاية تبرئ ذمتك الشرعية، تعطيك فتوى. الولاية ترشدك إلى المخاطر والمفاسد الدنيوية. الولاية فيها حكم عادل بالقضاء وبالسياسة وبالسلطة، تعطي لكل حقه. الولاية تساعد الإنسان على وصوله إلى كماله، بيفتح له الإمام طريق لكماله، يزيح عنه النقص ويرغبه في الكمال ويساعده على الكمال بالعلم، بالمشورة، بالمساعدة، بتسخير الأمور له. إذن أكبر باب لكمال الإنسانية هو الولاية. والولاية هي الضمان لدفع البلاء والظلم عن الأمة. الولي يتصدى، الولي يعني يكون الحكمة التي يمتلكها يرشد فيها الناس عن ضبابية الأمور. لما بتشتبه الأمور بصير في فتن، هنا على العالم الولي أن يتصدى من أجل أن يبين ويفصل للناس الأسرار الكامنة داخل التصرفات للمنافقين والكفار والمشركين والأعداء. اليوم بإيران كانوا من زمان بيقولوا حرب صلبة، صار يقولوا حرب ناعمة. هلأ السيد القائد عم بيقول بالحركة شو المركبة. الحرب المركبة يعني حرب عسكرية بنفس الوقت أمنية، بنفس الوقت ثقافية، بنفس الوقت سياسية، بنفس الوقت اقتصادية. يعني الآن في إيران من بعد 43 سنة عجزوا عن إضعاف النظام وعن تشتيت الإرادة الواحدة للشعب الإيراني، فعمدوا إلى إدخال منظومة متكاملة من الأفكار التي تؤدي إلى سلوكيات مجتمعة متضادة. يعني هذا بفجر بالمقام مثلا بشيراز، بنفس الوقت واحد عملوا سكروا المحلات ما عادش بدنا نبيع، وحده بتشلح حجابها بالشارع، واحد بيشتغل بطريقة قومية انه انا لغتي بنتمي للاكراد او بنتي الى العرب، بنتمي ما بعرف شو. كل منطقة جغرافية عم بيركبوا فيها الفتن اللي بيحاولوا يخلوا فيها بالامن الواحد. وبالتالي لما بصير في ممشى لبعض الناس المغرر فيهم لينزلوا ياخدوا مواقف سياسية، مثل ما لعبوا فينا لعبة الانجي اوز هون بلبنان، مظاهرها مطالب اجتماعية وإنسانية وعدالة وإلى آخره، ولكن باطنها هي شو عمل؟ هي سلب الإرادة عند الناس، وبالتالي محاولة تشويه وسرقة حقوق الناس. يعني مش بس الانجي اوز بتعطي مصاري، في منهم أخذوا المصاري تعول المرفأ. يعني في دول عملت منح بملايين الدولارات ولا يحق للحكومة أو أي سلطة بالدولة لأنه هي فاسدة بقولهم، فلمين سلموها ليساعدوا الناس اللي تضرروا بيوتهم ولا عوائل شو اسمه، للجمعيات الخيرية. فالجمعية الخيرية منها تحمل شعارات، طبعا معظمهم أنا عم أقول يعني 99% بيحملوا شعارات إنسانية. شي بده ينظف البحر، شي بده ينظف الشط، شي الرفق بالسمك يمكن بعد شوية عرفت كيف، شي بده عشان الهواء، وشي عشان ما بعد بيئة. بيخترعوا لك كل عنوان انه الله اكبر. يعني صار بلبنان هلا هي البيئة هي القصة كلها. اذا فسدت البيئة مش هيك، اذا بطل في مثلا ما بعرف شو برغش، يعني تحسن الوضع الاجتماعي للأمة بلبنان عرفت كيف. فبيخترعوا لك 500 جمعية أسسوا قبل وبعد المرفأ، 500 صاروا هلا بالآلاف يعني إذا بتعدوهم. وبالتالي اليوم لما الظالمة المنافقة المشركة الظالمة تزرع شو أفكار تؤدي إلى تشكيل تجمعات بشرية عندهم ممشى وفق هذه الدعايات والشعارات اللي بحطوها. لما بتمشي هالمجموعة هون وهالمجموعة هون، كل حزب من لديهم شو فرحون.
كل واحد فرح بفكرته. هذا الممشى. لما بيحكي عن الممشى بيحكي عن هيك. وبالتالي اليوم الولاية تبين أن هذا الممشى باطل، وهذا الفكرة ظاهرها سليم ومطلب حق، ولكن لابسة لبوس هو في بقلبها باطل. وبالتالي كلمة حق يراد بها باطل. مش مما كان بيقدر يفرق. هلأ بيجي للصحبة بين الشباب. كمان الشباب لما بيعيشوا مع بعضهم، واحد شاب يمكن يفسد 20 شاب. يكون عنده شوية كاريزما، شوية تأثير، أو بيو شوي زنجيل معه شوية مصاري، يلا على القهوة يا شباب. بيحكي بدهم يقبلوا منه، عم يشربون نسكافيه وكرواسون وأرجيلة وكذا، وعم يشرجون تليفوناتهم. هذا أبو علي صار عندهم، يعني هو صار القصة كلها. وبالتالي بعض الشباب تسرق عقولهم نتيجة الممشى اللي بيفرضوا بعض الأشخاص. يمكن يكون أصلا طايش هو، إذا بتزينه ما بيطلع أخف من الزيت على الماء، بطوش دغري يعني. لا عقل سليم، لا فكر سليم، لا أخلاق، لا تربية، لا دين، لا شيء. وبالتالي بيقدر هذا يحرفهم بأبسط الليرات، بأبسط بفنجان قهوة، بلعبة، بطلعة، بنزلة، بياخدهم بالسيارة. بتشوف الشباب الطايشين، ما هو بيمشوا مع بعضهم مثل بعضهم. هو اللي بيقبوا الموتوسيكلات كلياتهم مع بعضهم، او اللي بيلعبوا مثلا ورق مع بعضهم، او اللي بيلعبوا قمار مع بعضهم، او بيفوتوا هلا القمار تاع الكمبيوتر، العاب اللي جاي هلا تاعت الفوتبول. كمان بيلعبوا قمار، مين بده يربح مين بدوش يربح، بتك 20 مليون و30 مليون و40 مليون، واذا ورهان عليهم وبصيروا، واذا ما دفع بيهددوه بالسلاح بعض منهم. بدنا ننتبه. هذا ممشى، هذا ممشى. يعني هلا اليوم العالم نسيت. شوفي عندك كله مونديال مونديال. عرفت كيف؟ مونديال. شو يعني مونديال؟ يعني مونديال حلو، الواحد التحدي حلو. انا كرة القدم بعتبرها مسرح اجتماعي. حلو الانسان يفهم شو يعني كرة القدم. كرة القدم هي عبارة عن لعبة الحياة، لانه الانسان في عنده اهداف بحياته، لانه في عنده ساحة بده يحميها، لأنه في عنده فريق عمل بده يشتغل هو وياه، لأنه في عنده هجومات ودفاعات حدا بيتعدى عليه، في عنده اختراقات، لأنه في تنسيق بين الناس بيلعبوا مع بعضهم باسات. يعني اللي بده يفهم لعبة الرياضة، لماذا تستحوذ كرة القدم على هذا الكم من الناس، مليارات البشر؟ بتعرفوا ليه؟ لأن فيها روح التحدي. يعني الإنسان يحب التحدي، يحب الإصرار، يحب الفن، يحب التعاون. بتبين اخلاقه بالفوتبول قديش بنرفز. مثلا اخذ كارت، اخر لعبه له بالعالم اخذ فيها كارت احمر زين الدين زيدان. ليش؟ لانه نرفزه. الاخلاق بتبين بالملعب، التعاون والانانيه ببينوا بالملعب. عطي باس للزلمه يفوت جول، لا هو بده يفوته. بتكشف الواحد عن نفسيته. لعبه الفوتبول المشاهد بنرفز اكثر من اللاعب، والناس يمكن بيكسروا التلفزيونات. الله يساعد نسواننا بكره لما بيكون عم يحضر الماتش وبدهم اذا مرق الدبانه قدامه بالكلاشن يمكن بيقوس. فنتيجه انشداد الانسان لهذه اللعبه بيعتبرها هذه لعبه مرغوبه. هذه في لها وقتها، ساعه وساعتين وثلاثه واربعه والساعه 10 والساعه 2. الله وكيلك الماتش الاولاني بلش وقت الصلاه، اجل الصلاه 10 دقائق رياحه، قام نط دغري، طرق المغرب والعشاء، بلش الماتش الثاني. وبالتالي بصير بده يرتب اولوياته حسب المتوشه، وكل ماتش حسب ما هو كمان. يعني هلا صار يعني وين الاهتمامات الواحد. يا ريت الواحد بيهتم بامامه الغايب مثل ما بيهتم به بموعد الفوتبول اللي جاي. يا ريت بيهتم الواحد بالقرآن مثل ما بيهتم باسماء اللعيبه. عرفت كيف؟ الله وكيلك. يعني شيء، وميسي اكثر من ميسي واكثر من، يعني نحن شعب لبناني شعب يعني عظيم. مش هيك؟ عظيم بهذه الامور. عنده مشاكل وناس عم بتموت من الجوع. لا في $80 يشترك بالتلفزيون. منين بيجيب حقهم لهول؟ يعني منين عم تجيبهم؟ يعني ما فيش عندك ربطة خبز، منين اجوا هول؟ الله وكيلك ما حدا حيفهم، لا اللبنانية فهمانين ولا الامريكان فهمانين عم جيب مصرياتنا. بتلاقي كل شيء في له كل شيء، يعني ما في مشكلة. بصير تانك البنزين ب500، ايه شو عليه؟ ب800 شو عليه؟ بمليون ايه شو عليه كمان؟ يعني كل شيء شو عليه، اللبناني عنده شو عليه. وبالتالي بس احكي عن الممشى، ممشاهم التواضع. يعني العاقل هو الذي يدرك حجم المسؤولية فينحني امام الله، بيكون تقيل. لانه المتواضع بيكون تقيل، بيكون عنده اخلاق رزينة، عنده علم، عنده ثمار، عنده بركة. بينما
اللي المتكبر او هذا الخاوي، مثل شو بانه والشامخات رؤوسهن شو فوارغ. الشجرة بتنحني بتدلن، الثمار لما بتحمل بتتدلى من الثقل، لما بتكون فاضية بتعلي شناغيبها، مش هيك القرون الغصون الشجرة. والفارغات رؤوسهن فوارغ، شامخات هذه طالعين لبرا، شو يعني ولا شيء. هذا للتكبر، كل واحد بيتكبر بيكون فاضي. اما المتواضع في مشيته يعني يقصد، واقصد في مشيك، واقصد في مشيك. شو يعني اقصد؟ مش انه تشرب بس سرعة وبطء، لا، مش انه ماشي وسط. اقصد يعني يكون معتدل، كون محق الى اين ستذهب. يجب ان يكون هناك هدف شرعي. لما بدك تمشي ممشى مع واحد بدك تمشي ممشى حقاني. مرة في وحدة قالت لي من زمان، كنا في شاب هيك عم بيجيبوا الشباب للالتزام، قالت لي بدي الله يهدي هالصبي يبطل يصلي، بدي الله يهدي للصبي يبطل يصلي. لكن الهداية وين؟ لأنه إذا بلش يصلي يعني بلش يصوم، يعني بلش يصوم يعني بلش يحب المقاومة، يعني يحب المقاومة يعني يعني إلى آخره. فهي من أول الطريق الهداية عندها ترك الصلاة، بدي الله يهدي لي إياه ويبطل يصلي. شوف من هيك وين بصير الإنسان. الممشى، انتبهوا يا شباب، الممشى اتخذ صديقا. مين صديقك؟ من هو الصديق؟ من هو اللي بتمشي معه؟ من هو اللي بتكنكن له بكنكن لك؟ كل كلمة بزت لك اياها بيقلب لك، بيركب براسه بده يسافر لبرا، بيلعب لك بعقلتك بتسافر معه، حتى لو راح على مش عارف لوين. الله هو بكيش عارف لوين رايح، يلا بيروح معه. الرفقة بتغطي على البي وعلى الام وعلى العيلة وعلى الاعراف وعلى، انتبهوا، الرفقة اكتر شيء رفقاء السوء، هودي الاخلاء السوء، قرناء السوء، هودي بده ينتبه لهم الواحد. قبل ما تصادق حدا عرف مين عم بتصادق، بده يكون موطن سرك، بده يكون يبذل دمه وعرقه وتعبه ولسانه بجهده لينصحك، لينصحك لحتى ما توقع. هذا هو الصديق اللي بتنتقده. مش الصديق انه يلا انت وياه بتلتقوا على شغله بتعجبكم بتروحوا يلا بتمشوا عليها. مش اللذات هي اللي بتعمل صداقه، الحكمه، المعرفه، الهدفيه، بيعرف واحد لوين رايح. هذا هو الممشى، هذا الممشى تاع التواضع. طيب اليوم بيقول غضوا ابصارهم، حكينا عنها. هلا عنا وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم، وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم. هلا وقف يعني كان عم يتحرك ووقف، مش هيك؟ في يعني وقوف بيكون قاعد وبيوقف، كان متحرك وقف، هذا وقف. توقف، وقف عن جلوس مثلا، قام يعني. طيب وقفوا اسماعهم، في عنا شيء اسمه وقف. احكام الوقف يعني هي حبس المنفعة المحللة اللي هو صاحب الملكة، بيشيلها عن ملكه يبيحها للناس، او منفعة لمجموعة خاصة لطلبة العلم او للناس. وقفت هذا المكان مسجدا، هذا صار وقف، ما عادش فيه بيع واشتري، خلص خرج عن حبست المنفعة او الشيء لله عز وجل. هذا الوقف يعني ان تملك وجودك، تملك مالك اللي معك لجهة ما. أنا بدي أعمر هالباب، بدي أعطيه لطلاب العلم، وقفت هذا المنزل لكل من يطلب العلم، ما عادش لإلي، ما عادش في أورته، ما عادش في بيع واشتري، خلص يعني خرج من ملكي بإرادتي وسلمته لله عز وجل. صارت هذه بين يدي الله. شايف؟ في وقف مطلق. نحن مفترض بثقافة المتقين تاعت أمير المؤمنين أن يكون روحنا وقلبنا وجسمنا وقف لله. يجب أن نقف وجودنا لله. الوقف لله يعني أن تقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. هذا هو الوقف. بصير أنت وما تملك تجعله ملكا لله، عم تقول له لله يا رب اسمح لي اني احول كل هذه النعم الى ان تقبل مني هذه الاشياء هدية كما منحتني اياها باللطف، اعيدها اليك بالمعرفة، اعيدها بالتسليم، اعيدها لك بالتفويض. فوضتك ما سلمتني، برجع بفوضه لله عز وجل. فوضت امري الى الله. اعلى درجات التسليم هو التفويض، يعني بتقول له لله عز وجل اللي بدك اياه انت قرره. انا بلتزم بما يقول له الشرع ويحكم به عقلي، اكون بصيرا حكيما مدبرا، اقوم بكل الواجبات، ولكن اوظف
كل ذرات وجودي لله. هذا الوقف لله. لما الواحد بده يوقف نفسه لله ساعتها هون شو بده يعمل؟ مش بس يعني اذا الله ما اشترى، مش هيك؟ ما هو الواحد بده يبيع ويشتري. ان الله اشترى من المؤمنين شروا انفسهم، مش هيك؟ يعني بيع وشراء. هلا في عنا شغله ثانيه هي الوقف. يعني الله بديش يشتري، الله بديش يشتري مني. عارفني انني اناني، عارفني انه انا بعدني ملخبط ذهنيا، عارفني مش مركز عقائديا، عارف اخلاقي فيهم شويه هيك خلطه، عارف انه سلوكي الفقهي في شويه غلط. بقول له لا يا ربي خدني شهيد وخدني كذا، وانا مش عارف ثلاثه قداش، بعرفش شو بدي جاوبه لله بالقبر، وبدي اوصل لاعلى المقامات دغري. يعني انا مش عارف. طيب كيف بدي بيع لله عز وجل؟ بدي بيع عن وعي. يعني السيد عباس قبل ما يقبل واحد استشهاده كان يعمل له 100 امتحان عقائدي واخلاقي ونفسي، ويشوف عزيمته ويشوف نيته ويشوف وعيه وبصيرته، مش انه يلا خذوا امشي، مش هيك. بيعمل له 100 دورة بس يتيقن السيد عباس الله يقدس روحه انه هذا الشاب بيستاهل يعمل عملية استشهادية، لانه ما عم يبعثوا على الموت هيك يعني ولد صغير، لا، بيتأكد من رجولته، من يقينه، من ايمانه، من اخلاقه، من زهده، من تقواه، من بصيرته، عارف ليش عم يعمل هيك وعارف لوين بده يروح، عن وعي. السيد حسن لما كان عم بيودعه لصلاح غندور طلب منه شغله، قام صلاح غندور توقف، قال له انت بدك تسلم لي كذا كذا بس بدك تشفع لي. قال له انا بدي اشفع لك؟ قال له اذا ما بتشفع لي ما بعطيك اذن تروح تعمل عمليه استشهاديه وحده بوحده. ايه بعطيك اذن بشرط تشفع لي، تضمن لي انه بتشفع لي. هالقد هيك بدها تصير العمليه. وبالتالي اذا انا مش قادر بيع لانه بضاعتي تعبانه وخربانه اخلاقي، مش هيك؟ مضروبه، شو بدي اعمل؟ سلوكي منرفز من هون وبعمل من هون وعندي 100,000 حالة نفسية فايت الأمور بعضها. قالوا أنا بحب الله وبدي سلمه لله وكل شيء. بعمل وقف. أحلى شيء الوقف يا خي من طرف واحد. بقول يا رب اقبلني وقف عندك، خليني اتصرف بس بتصرف بأمرك، خليني أنا المنفعة اللي تصدر مني خليها تكون بتوفيق منك، مش حتاخدني هلا بس أني وقف عندك. وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. وقفوا أسماعهم يعني قصروا، يعني منعوا أسماعهم، حجبوا أسماعهم عن كل المدخلات اللي بتفوت على الدينة. هلا تعلن شوف الدينة لو ما سمع شو بتنفع الدينة؟ بس للعوينات. شو بتنفع إذا فيش سمع؟ إذا باقي موجودة ديكور هي لشو بتنفع؟ للعوينات، أحلى شيء للعوينات. شو بيعمل واحد فيها يعني؟ هلا في ناس بيركبوا لها هلا حلق، مش بس نسوان يعني، رجال وكذا وحلقات وشغلات. مش عارف الواحد انه امرار بالنسبة لبعض الاعمال اللي هي مش حلال بتلاقي الشيطان لآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، بصيروا أصولهم دينيهم للأنعام، بيعملوا موديلات. ما شايفين هلا الرفق بالكلاب والحيوانات بيلبسوه برنيطة وبيلبسوه قميص وكذا وبياخدوه يعملوا باسبور وجنسية، عرفت كيف؟ ايه، واذا بيوقع على سيارة بصير على السيارة بياخدوه على المحكمة. ليش وقع البس على سيارته او كرمك من الكلب؟ بيروح بيعملوا له قضاء ومحكمة وسوبر ماركيات واضرب واطرح. ايه شو مفكرين يعني؟ ايه هيك وصل بني ادم من الفراغ الروحي اللي عنده صار بدي لبس طقم لبسته، طقم للبسه، عرفت كيف؟ لك الفراغ. هلا في مجموعة قريت عنها كمان، مش بس انه الانسان الله عز وجل بيقول لهم كالانعام بل هم اضلوا سبيل، لا لا، جمعية الكلاب بالعالم هلا صار في شو اسمه معامل تصنع لهم تم الكلب ودينان كلب وبربارة كلب وكفوف، وبيمشي بالشارع بجروا واحد لبني ادم، عم بجروا ماشي فيه، وبيروح بياكلوا كان رمك من اكل الكلاب وبينبحوا مثل الكلاب، وعاملين جمعيات مين بينبح اكثر من الثاني، مين بيطلع صوته. يعني الله وكيلك بني ادم او بيغطي، حتى بيغطي على المخلوقات اللي الله خلقها. يعني شيطان بتشيطن اكثر منه، سعدان بتسعدن اكثر منه، عرفت كيف؟ سبع بتسبع اكثر منه، بيصير ضبع وذئب اكثر منه، شرس اكثر منه. شو بني ادم يعني؟ شوف قديش الخيارات وصلت عندهم، قديش في فراغ، انه انسان مش بس قلبه من جوا نفسيته كرمك ولا كلب، لا، صار شكله كلب، عم يتشبه ظاهرا بمشية الكلب. في من مركب لهم دنب له بتحرك كمان، له بطارية، يعني كل شيء بتعيش تميز بين الكلب والكلب الحقيقة. فتخيل انت بني ادم وين صار. هذا دي شو بدل على مستوى الانحراف. وبالتالي نحن الله عز وجل عطى هالدينان،
طيب هودي الدينان يا ترى ليش دينتان؟ يعني ليش اثنين؟ شاك؟ ليش دينتان؟ ليش لسان واحد؟ شو الحكمة؟ مثلا ليش القرآن الكريم ما بيحكي دايما عن الأسماع؟ مرة بيقول سمعهم، شاك؟ عن السمع، السمع. ما بيحكي مثلا أصوات، ماشي؟ سوامع، ما بقول سوامع، سمع واحد بيحط له جملة جمع، يعني حرف المتصل جمع، هم سمعهم، سمعهم. عن السمع لمعزولون. مزبوط. ليش الله بيوحد السمع؟ لأنه هلا أنا بس أحكي الكل مجبور يسمع الكلمة اللي بتطلع مني، بس لما الواحد بيطلع، يمكن هلا كل واحد بيطلع بميلي هون، شو بعرفنا؟ واحد عم بيطلع هون، واحد ما فيش اضبط البصر، واحد بصير أبصار، لأنه كل واحد عنده اتجاه عم بيطلع بمطرحة تانية. ما في اضبط الأبصار، بس في اضبط السمع، لأنه السمع فيه أقرب شيء إلى القلب وإلى الروح وإلى التوحيد هو السمع. السمع الحق هو الذي يخترق كل الحجب، وبالتالي من أصغى إلى ناطق فقد عبد، فإن كان يؤدي عن الله فقد عبد الله، وإن كان يؤدي عن الشيطان والعياذ بالله فقد عبد الشيطان. وبالتالي أصعب شيء عند الإنسان هو حاسة السمع. السمع والقلب دغري مرتبطين مع بعضهم، ما في فاصلة بيناتهم. كل شيء بتسمعه بدينتك دغري بيقع على قلبك. وبالتالي الإمام زين العابدين عليه السلام لما بيقعد بيحكي عن حق السمع شو بيقول؟ وأما حق السمع، في له حق يوم القيامة بدك تسأل عنه. شو عملت بدينتك؟ مش بس دينتك بشكل من برا، هلا عم بحكي، عرفت كيف؟ شو دينتك؟ يعني دينتك قصدك انه مادة السمع، أداة السمع. الدينة هي حاسة للسمع، أما السمع والكلام والأصوات هن مش مهمة هالدينة. في 3 دينات عند الواحد بكل وحدة، في الدينة الظاهرية والدينة الوسطى والدينة العميقة جوا، 3 أنواع من الدينان بكل دينة. ماشي؟ ما بتسمعش انه صار عنده مشكلة بالأذن الوسطى؟ هلا بقولكم شو بيقولوا في كلام كتير حلو، بس هلا بديش احكي علم طبي يعني بالموضوع. بس هذا العظم، مثلا الإمام عليه السلام بيقول عجبا لبني آدم يسمع بعظم ويرى بشحم ويتنفس من خرم ويتكلم بلحم. مين في يوصف بني آدم مثل هال؟ هلا بنساهم يا حاج. أول وحدة يسمع بعظم، ماشي، وينظر بشحم ويتنفس من خرم ويتكلم بلحم من دون عظم. طيب أما حق السمع تنزيهه عن سماع الغيبة. إذا المطلوب هو مش الدينة، المطلوب شو عم بفوت على الدينة. مرة بفوت أصوات، رعد، برق، الطبيعة بتعطي أصوات. هلا الله عز وجل عاملنا نحن موجة، ذبذبات. إذا بده يسمعنا الكرة الأرضية كنا متنا كلياتنا هلا من أول برمة من موت، لأنه صوتها للكرة الأرضية إذا بتسمع هدير الكرة الأرضية ما حدا بيتحمله، بموت. لذلك هذا فوق الموجة، موجة الأرض فوق 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 سمعنا. فالله عز وجل أعطانا أمان من أنه نسمع هذا الصوت العظيم الذي تحدثه الأرض هي عم تبرم. فالله حجب هذه القدرة على السمع. عشان هيك بيقولوا أنه كل ما يصدر من الإنسان من كلام فهو خالد لا يموت. بتطلع الكلمة بتخترق الهواء، بتبلش تتوسع بالسماء فوق، بالفضاء بتضل تكبر 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 ما بتنتهي. والسماء ذات الحبك بتضل تطلع لفوق. وإذا استطعنا نجيب جهاز يحلل الذبذبات كنا سمعنا صوت رسول الله صلى الله عليه وآله هو ذاته. اللهم صل عليه. إذا الكلمة اللي عم تطلع هي خلص صارت خالدة، طلعت. طيب الصوت اللي بتسمعه أنت، هذا الصوت هو عبارة عن تموجات هوائية تحدثها قوة التحريك باللسان، بيعمل ألفاظ عندك أنت، بيعمل ألفاظ. هذا الصوت بفوت لجو، بلش التحليل بالدينات ال3. وحدة بتاخد الصوت بتوصله، الثانية مثل في 3000 أو 4000 وتر بقلب الأذن الوسطى، بس هولي مثل عود العود، بتعرف العود كل واحد بيسمع شيء، كل واحد بيعمل صوت. 3000 هون جوا، هون جوات الطبلة جواها، هي اللي منكشة نحن هيك شو اسمه، عرفتوا كيف؟ فهون جوا في 3000 ل 4000 وتر بس ليميزوا الأصوات والرنة والصوت. كله هذا بيرجع بياخده بيحلله بيبعته ذبذبات مشاك عن طريق القنوات العصبية للدماغ لحتى يفهم انه والله الشيخ عم يحكي عن هذا،
والله فلان عم يحكي عن هاي المجلس، كل كلمة دغري بأسرع من البرق بيوصلك المعنى، بتحلله بتفهم شو عم بحكي أنا. هذه مش من الإعجاز الخلق؟ شو عم بصير لكان؟ أنا صرنا هلا ربع ساعة ثلث ساعة قاعدين هون، نص ساعة قاعدين هون، طب أنا ما تحركتش. معلومات معلومات معلومات، عم بقرا آيات، عم بقرا روايات، عم بحكي بلساني، أنت قاعد مش عم لا زاد وزنك ولا نقص وزنك، بس شو اللي توسع هون؟ توسع ذهنك، توجهك، الفات نظرك، يمكن تعرفهم كلهم انت، شو بعرفنا، بس انت عم تتذكرهم. انت تثير دفائن العقول، الكلمات تطرق باطن القلب، تحرك المشاعر. والله السيد حسن لما بيطلع بيحكي كلمة بتصير الناس توقف على الكراسي وتنط، بحمسها بشجعها، او بده مثلا يرهب العدو، بده مثلا بده يحاول يهدده، شو بصير؟ بالكلام بالصوت، بده يطلع صوت، وبالتالي الصوت، تخيلوا سيد حسن صوته ناعم يعني مثلا، ما بيأثر، بده يكون صوت وقت الغضب بيطلع الصوت جهوري صاروخي. اذا بتروح لعلم النفس وبيحللوا صوته للسيد مثلا، هذا لحاله عامل لهم قلق، صوته اصبعه عامل لهم قصه. هلا كل عرفت كيف؟ هلا مش عارف خاتمه شيء، عرفت كيف؟ هلا يعني شو بدنا نعمل يعني؟ بس يصير واحد وقف لله بصير كل شيء عنده الله عز وجل بيوصل رسائل، بيوصل رسائل. والله هذا الاصبع اقوى من الصواريخ، هذا اللي عند السيد، هذا الاصبع هيك. مش مهم الصاروخ والمدى، مش مهم الصوت ومدى، مهم شو اللي عم يطلع من القلب من جوا، مهم الحق اللي عماله بيتفجر بقلب سماحة السيد وعم يطلع، اما كلام حكمة، اما كلام وعي، اما كلام تحدي، اما صدق بالدلالة او بصيرة بتبيان المواضيع والحكمة باتخاذ القرار. هذه هون القصة. لذلك اكثر شيء بينغش الانسان بالسمع. عشان هيك الامام زين العابدين ركز على السيطرة على الدينة. نعم الكلمة اللي بتجي انت مش ببالك تعملها، انت مارق مثلا والله من دكانة وحاطين فيروز، هلا بتسمعها ببلاش، انت بدكش بس تسمعها ببلاش مثلا، يعني انه طلعت منه مش مني، ماشي، انه انا فايت عم بشتري وهداك حاطط، طلعت بسيارة كمان حاطط هداك ما بعرف شو حاطط له، وانت ما بدك، قلبك ناكر ونيتك ناكر ونفسيتك، بس اخر شيء يلا بفوتوا على الدين. عرفت كيف؟ انت مش قاصد، هذا بسموه سماع، سماع. اما الاستماع لا، البحلقة بدك انصات، مشاك اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. الاستماع بالاول، والانصات يعني التدقيق في المعاني والكلمات وايصال المضامين، لانه الهدف من الكلام مش بس جمالية الصوت، في جمالية المعنى، في لطف الرسالة، في الكهرباء الالهية النورانية التي تحملها الآية على سفينة الكلمة فتدخل الى بحرك هون، بتفوت على بحر العقل، وهونيك القلب بصير يشوف اللطف، بصير يشوف المعاني والأنس، بصير يشوف ما يفرح أو ما يخيف. الله عز وجل بيحرك، الله بيحرك المشاعر بكلامه. الله جاب الكلام لتحريك القلب والإرادة والعقل، ليشيل الإنسان من الكسل من الجهل، لحتى شو يعمل؟ يضع الأغلال. وبالتالي المقاومة السمعية، اسمعوها منيح هذه هلا، المقاومة السمعية اليوم نحن عندنا بعالمنا وخاصة بلبنان، يجب أن يصبح سمعنا مقاوما، نقاوم كل كلمة حرام وكل غيبة وكل نميمة وكل كذبة وكل إشاعة، ولا ندخل إلى أذننا الكلام الذي نعرف مسبقا بأنه فيه فساد وإفساد وفيه فتن وفيه سعي بالفساد وسعي بتخريب الحالات النفسية أو إشاعة الفوضى والخوف عند الإنسان. هذا وظيفة السمع. تخيل نحن هلا بلبنان كلياتنا سكرنا دينينا، وطلع واحد حكي اللي بده يحكي، ما حدا يسمع ولا كلمة. شو بيعمل يعني؟ يحكي قد ما بده، ما حدا يسمعه. في يعمل شيء؟ أثر شيء؟ ما أثرش. مطلوب نفتح دينينا، ومطلوب ما نشغل سمعنا بكلام الباطلين. هذا القبضاي، هذا الحر، هذا التقي. التقي هو الذي لا يأسر فكره وروحه بأذنه، ما بيخلي السمع يسيطر على عقله، بيضله أكبر من السمع اللي بيسمعه والدعاية اللي بيسمعها، بيضل أوسع. هذا الصوت مش لازم يصير فيك نقاط الضعف، مش لازم يخلي الشيطان يوسوس لك وراه، يدخل الحزن والرعب والغم والقلق والفتنة. هذا لازم نشتغل عليه. كل واحد مننا هلا عنده دينتان، خلي يروح
يعملهم دينتين تقيتين، الأذن التقية وتعيها أذن واعية. الأذن التقية هي الأذن التي لا تدخل إلا الحق، بس بيسمع شيء حق، لما بيسمع حق بصير يرتب حق. أما إذا بفوت الباطل صار صعب عليه يميز بيناتهم. بدنا ننتبه شو عم نسمع، مثل ما منحلل الأكل قبل ما نشوفه في كوليرا فيش كوليرا، بدنا نعقم الكلمات حتى نسمع الكلمة اللي لازم نسمعها. وإذا واحد بده يعمل فساد أو يعمل شيء من أول الطريق يلا السلام عليكم خلاص، هالقد مروا باللغو مروا كرامة. هيك بدنا نشتغل، مش نفوت الكلمات ونبلش ليش بدنا نشغل حالنا؟ الإنسان القبضاي هو الإنسان الذي يكون قلبه شو جاف نقي عن تلوثات السمع. هذا القبضاي بضل قلبه بمنع، لم يشغل قلبه بما ترى عيناه ولم ينسى ذكر ربه بما تسمع أذناه. شو بتسمع ديناه؟ مستحيل هو عم يسمع يكون ناسي ذكر الله، لأنه بين الذكر وبين الله بين السمع في اشتراك. هون وأما حق السمع تنزيهه، يعني تسبيحه، يعني تطهيره، يعني تنقيته، عدم تنجيسه بالنجاسات المعنوية للكلمات المحرمة. الإمام الخميني مرة واحد استغاب حدا عنده، مرض 3 أيام بطل يروح على الحوزة، نام بالفرش الإمام الخميني، لأنه إجا واحد استغاب شخص عنده للإمام، فاتت صورة الغيبة وصوت الغيبة على دينان الإمام، مرض الإمام قد ما روحه شفافة، ما قدر يتحمل، غاب عن الحوزة بطل يدرس 3 أيام. هيك بيكون الإنسان بده ينتبه. وسماع ما لا يحل سماعه، وتنزيهه أن تجعله طريقا إلى قلبك إلا لفوهة، يعني كلمة كريمة تحدث في قلبك خيرا. روح اسمع الكلمات اللي بيطروا لك قلبك، روح اسمع الكلمات اللي بيحننوك، كلمات اللي بيجمعوا على الخير، الكلمات المنطقيين، كلمات اللي بيزيلوا السلبيات، كلمات بيقربوا القلوب. ماشي؟ تحدث في قلبك خيرا أو تكسب به خلقا. هون ساعتها إذا بتسمع كلمة تتحول لأخلاق، تتحول لمسلك، هون القيمة. خلقا كريما، فإنه باب الكلام، السمع باب الكلام إلى القلب، يؤدي إلى ضروب المعاني على ما فيها من خير أو شر، ولا قوة إلا بالله. هذه وصية الإمام زين العابدين للسمع. من هون لما بنشوف القرآن الكريم، بعض الناس مش الله بيختم لهم بس على عقلاتهم وعلى نفسيتهم، لا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، بحط لهم طبقة ببطلوا يشوفوا الحق ويسمعوا الحق. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم، مرة بيكون في غشاوة، مرة بيكون في ختم طبع. وجلودهم بما كانوا يعملون، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة وإلى آخره. طيب، أمير المؤمنين بيقول جعل الله الذكر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقرة. الوقر يعني تقل الكلام، بطل يسمع واحد. في ناس بطلوا يسمعوا، بيسمعوش الحق، بيفهموش، إذا سمع ما بيفهمش، لا، لأنه قلبه مشغول بشتانة، فعقله بخف. لما بخف عقله بعيش يسمع شيء أصلا. صم بكم عمي فهم لا يرجعون لا يعقلون أبدا أبدا. من هون نحن بنعتبر حتى الإمام زين العابدين بدعاء بأحدى المناجات بيقول أو تصم أسماعا تلذذت بسماع ذكرك في إرادتك. يبدو أنه القلب في له دينان، مثل ما الراس له دينان، كمان القلب له أذنان، يتلذذ بإرادة الله. عندما ينشغل القلب بالإرادة الإلهية والحضور الإلهي، كأنه القلب بيصير يسمع بلسان الإرادة، يعني إرادة الله بتحكي وقلبه بيسمع. مثل ما أنت بلسانك بتحكي واحد بدينته بيسمع، بصير إرادة الله تسمعها بقلبك، تسمع الإرادة الإلهية. هذه النوع يتلذذ فيها. في ناس الله عز وجل بيخاطبهم بذات عقولهم، مش معصومينها، مش أنبياء، كلمهم في ذات عقولهم جوا، بيحاورهم الله عز وجل، بيحكي معهم، بيحس انه الله عز وجل عم يلهمه. طبعا بيحكي معه بطريقة إلهامية اختارية، مش انه وحي او مثلا لا سمح الله شيء تاني، لا، ولكن الله عز وجل يلهمه ويهديه ويلقي في قلبه علم لدني من عنده من فوق. من هون نحن وقت بنحكي عن السمع، هلا عم نحكي عن آداب المعاشرة. تعرفوا انه
علي الصوت ووطي الصوت، مش هيك؟ ولا الختايرة ببطلوا يسمعوا. الختايرة هلا في واحد عم بيصلي، هي عم بتصلي يا حرام، عمرها شي 200 سنة 90 سنة، وهو عمره شي 100 سنة. عرفت كيف؟ هلا بيقولوا، انا مش عدمتي، بيقولوا اللي دينته كبيره بيعيش كتير. شو اسمه، الكبار بالعمر بكون ديناه كبار، الختيار بتشوفوه انتم، جدك مثلا الله يطول بعمره اللي دينته كتير كبيره، هذا بيقطع المية. فبيجي هذاك لما دينته كبيره بطل يسمع، بصير بده شغله مثلا، وين يا حجه، او شيء مش عم يقشع لانه مش عارف عم تصلي، فلازم على طول تسمعه. الا يا حجه وين محطوط هالغرض، هي عم تصلي. سمعته هي بس هو مش شايفها عم تصلي. قالت له الله اكبر، اشرت له على الجارور، ما مشاش على الجارور، ما بيقشعش، هو اصلا ضعيف. صرخ مرة تانية، وين الغرض يا حجة، هو ختيار، وبيعلي صوته انه مش عم يسمع كمان. انتبه، هو اللي بتشوفوا الناس اللي هلا اللي بينرفزوا بالبيوت، روح يفحصوا دينيهم، مرات بيعمل مشكل الواحد بالبيت لانه مش عم يسمع، فكل العالم عم بيعيط يعني. وبالتالي آه، بالتالي شو اخر شيء شو بتقول له هي؟ لا قادر تحكي معه، بيبطل صلاتها. قالت له سبحان بالجارور الاعلى وبحمده. شو بده يقول لي يعني؟ يعني الغرض بالجارور الاعلى، ايه وين بدها، هي صارت فعلا يعني، مش عم بحكي نكته يعني، صارت هيدي بدها تخلص منه. خلص الله بيعيننا على الجارور، تبطل الصلاه بتبطل الصلاه. ايه اكيد. سبحان بالجارور الاعلى وبحمده، شو بده يعمل يعني؟ الختايري بيضحكوا، قد ما بصير انس بيناتهم بيخلق مشكل من لا شيء، لانه ادوات التواصل بيناتهم صارت ضعيفه. عرفت كيف؟ وبالتالي الله بعين يعني، الحياه بني ادم هيك يعني، سبحان الله. فليستفد الانسان بان يحول سمعه الى سمع مقاوم، الى سمع الحق، استماع كلمه الحق، الحكمه، العدل، الامام المعصوم، اهل البيت، القران الكريم. والله يا اخواننا واخواتنا، اذا دخلت كلمه قران على الدينه وفاتت لجوا، تطهر بحار من الذنوب. وبصير الانسان عنده كيف المي المتصل هيك، بنعنش الواحد. وبالتالي السمع اما ان يكون ماده للتقرب والايقاظ والحنيه واللطف، مش هيك؟ بعض الناس بس بيقعدوا بيسمع الطبيعه، بتسمع تشوف كيف الله عز وجل بيبعث لك عصفور صغير هالقد، لو جبت الارض ما بتعرفش تقلده، عصفور هالقد بيعمل لك اصوات بدك تلحق عليه. يعني منين جايب هالحنجره هيك؟ شو عم يعمل العصفور الصغير هيك؟ بيطلعش قد هالقد، كيف هيك؟ وموسيقى فوق الصبح، بيتقاتلوا مع بعضهم هن عم بيسبحوا، كلهم عم بيسبحوا صبحيات. عارف كيف؟ بني ادم يلا شو عصافير هون، كله عصافير عصافير، ايه عصافير. كم من آية يمر عليها وهم عنها معرضون. وبالتالي بدك تنتبه. تخيل انه هلا انت رحت على الباب بطلت تسمع، الله اكبر شو صعبة. بس هي بدك تستعيد بالاشارة او بالكتابة بعد عمر يعني. تسمع اخبار، بتسمع تأتسي، بس شو عم بصير يحطوا لك واحد يكتب لك تقرا. بس واحد يفقد سمعه عن جد هذا مؤذي نفسيا، بس يعيش في عنده تواصل مع العالم. انتبهوا، هذا السمع نعمة أمانة، بكرة الله بده ياخده لهالسمع. آخر شيء بيموت عند الإنسان سمعه، عشان هيك بيلقنوه شادي بالقبر وبيضل يسمع الميت. ماشي؟ أكثر شيء بضل آخر حاسة بتموت هي قدرته على السمع. الإمام علي السلام بيوصف الميت كيف بيصير يزوغ له عيونه، كيف كذا، آخر شيء بيبقى سمعه. السمع آخر شيء بيروح. وبالتالي السمع والروح كتير قراب لبعضهم. انتبهوا من شياطين الكلام اللي عم بفوت ويعمل فتن بين العيلة وبين الناس وبين المجتمع والسياسة وهو كلهم. نحن اليوم مسؤولين، يمكن الدينة ما بتحكي بس مسؤولة عما تتلقى. أنا سمعت غيبة دغري بغير الحديث، الله خليك اعمل معروف، ما تدخلني بهالمشكل، أنا ما خصني فيه. ماشي؟ عملوا معروف، أنا مشغول بدي أقوم أمشي، خلص ما قادر تنهى اقصرها. الله يرضى عليكم، ما حدا يسمع، ما حدا يترك مجال لواحد يحكي بسلبيات خاصة عن الناس قد ما فيكم، إلا لضرورة فيها منفعة دينية، فيها مصلحة، فيها شيء حق. أما إنه نجي نتناول بعضنا، ما بيكفينا اللي فينا. هلا بعد بدنا كمان نجزر ببعضنا. أصعب شيء الغيبة، أكبر سم للروح الغيبة لما بتفوت هون. واللي عم يسمع مثل اللي عم يحكي، يعني اللسان والدينة شركاء في الجريمة، في أكل لحم الميت. مش بس حكي هو عم يحكي، ما خصنيش أنا. ماشي؟ ما خصنيش أنا، شو عم خصكش؟ قاعد عم تهز براسك، أو بتقول له وقف
او بتقول له غير الحديث، او اعمل له معروف انا بعتذر نعسان بدي روح، ماش فيش يعني ابقى هيك. بدنا نشتغل، نسمحش لحدا. اكبر واحد بيخون امانة الناس لما بيترك المستغيب عم يتمادى. مش لازم نتركه، لما بيلاقي ناس عم يقصروه ببطل يتجرأ يستغيب. إيه. قصروا اسماعهم على العلم النافع. هلا العلم النافع فيش وقت احكي كتير عنه لانه له وقت بعدين جاي بالخطبة، يعني شيء حلو عن العلم. وبالتالي العلم النافع نافع بآخرته. تسمع كلمة بتقربك من الله، تسمع كلمة بتفيدك كيف تتعامل، تتعلم علم ليعمل لك شو انتاج، ليعمل لك تطوير، ليعمل لك رزق، ليعمل لك مصلحة، لتخدم الناس، لتمشي حياتك. العلم بيخليك تتعرف على عوالم الغيب. ايه هذا العلم تسمعه، لانه بكرة بالقبر اللي انت ما سمعتم بالدنيا شو حتسمع انا وياك بالقبر. اللي بينزل على القبر مش سامع كلمة حق ولا علم ولا أحاديث أهل البيت ولا شاغل روحه فيها. كيف هذا؟ شو بده يعمل بالقبر؟ بشو بده ينشغل هذا المعطر فينا؟ أصعب شيء الواحد ينزل على القبر ميت جاهل. يا خي عايش جاهل بضل ياكل مجدرة وبضل يشرب وينطط ويفزز ويحكي، هذا عنده مندوحة يعني، عايش بالظاهر هذا. بس لما الواحد بيموت شو بده ينتفع؟ شو ماخذ معه؟ ما في شيء. لذلك تعوا لحتى نقوي القلب بسمع الحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.